اقدر اقول بكل ثقه برحب بيك المخرج المصري العالمي محمد دياب في موقع بصراحه اللبناني. ببارك لك وجودك في مهرجان الجونه. بتتكلم عن مسلسل نجح عالميا ونجح في مصر ونجح في العالم العربي، مون نايت مع مارفل. احساسك ايه بكل النجاحات دي، وجودك النهارده والشباب بيسمعوك في ندوتك في مهرجان الجونه؟ احساسي اني محظوظ وموفق زياده عما استحق. عملت شويه اجتهاد وعملت وعندي جزء كبير من الموهبه، ولكن في الاخر التوفيق عامل عليه حاجه كبيره. سعيد وحاسس اني هفضل احاول. وكنت لسه بحكي جوه انه مش ما اتمناش في يوم من الايام لما اخلص خالص يبقى الاحتفاء بمشروع مارفل. اتمنى يكون احتفاء بقصه صغيره كنت عاملها، حاجه صادقه اكتر، حاجه صادقه. انا بحب جدا المشروع ده، بس بحب الحاجات الصادقه اكتر اللي انا عملتها، الصغيره البسيطه، القصص عن الناس المهمشين. بحب اشتباك، بحب اميره، بحب 6 7 8، دول افلامي المفضله. بحب مارفل جدا جدا جدا. بس انا متحيز للافلام اللي نفسي تتشاف اكتر والناس تشوفها اكتر وعبرت عن ناس ما حدش يسمع عنها. قبل ما اكلمك عن الفيلم الجديد مع محمد رمضان، بتحضر لايه عالميا الفتره اللي جايه؟ هل في مشروع بتحضر له ولا لا؟ انا طول الوقت درس استفدته من اخويا الكبير هاني ابو اسعد، ان انت لازم يبقى عندك وهاني ابو اسعد اللي مش عارف هو المخرج العربي اللي اترشح ل2 اوسكار الفلسطيني، سجلنا معاه امبارح. عظيم. انك لازم يبقى بتطور 5 مشاريع في نفس الوقت مثلا. فانا عندي مشروعين في امريكا، وعندي مشروع في مصر، وعندي مشروع بحاجات فرعوني بشتغل عليه بقالي كذا سنه. وبصور دلوقتي المشروع بتاع فيلم اسد اللي هو مع محمد رمضان وناس كتير، ماجد الكدواني، احمد مالك، كامل الباشا، علي قاسم، رزان جمال. مش عايز ابقى نسيت حد، بس معايا كوكبه عظيمه وممثلين سودانيين عظماء كتير. فانا سعيد ومحظوظ ان انا بعمل في المشاريع دي كلها. الناس اتلخبطت شويه، هو اسد اسود ولا اسد اسود ولا اسد بس؟ دلوقتي بقينا اسد بس. هو احلى حاجه اسم اسد، هو اسم الشخصيه وهو معبر عن حاجه في الفيلم. يعني هو بيعض الناس، هو شخص بيعض الناس. لا بهرج عشان ما حدش يصدق. لا ملاش دعوه. بنتكلم عن ثوره العبيد فعلا في الفيلم ده؟ مش عايز اقول. انا بحب قوي انه الانترنت مليان كلام غلط على الفيلم. انا عايز الناس تشوف الفيلم وتبقى فيه حته غامضه وحته تاريخيه جديده. هو فيلم تاريخي، تعال نتفق ان هو فيلم تاريخي عن حاجه ما اتعملتش قبل كده. واوعدكم انه الناس كلها طالعه بشكل مختلف، ومحمد رمضان اتولد من جديد. هو عظيم وناجح ونجم كبير جدا، بس انا مبهور باللي هو عامله في الفيلم وسط كل الناس عاملين شغل عظيم. بس قصدي محمد جاي من حته مختلفه عظيمه وناجح جدا، انجح من انجح الناس في مصر، بس هو في الفيلم ده متألق. لازم تسمح لي اسالك اخيرا، كل الناس بتتكلم دايما عن محمد رمضان والشغل مع محمد رمضان وتدخلات محمد رمضان، وهل بيتدخل في السيناريو؟ طب ما محمد دياب ده جاي برضو من مون نايت وبقى نمبر 1 في حته تانية. بس الكلام ده، وانت بتشوف بقى كل الكلام اللي على الانترنت عن الفيلم، عن اشاعات الفيلم، انت تحب توصل رساله تقول ايه عن تعاونك مع رمضان في الاعداد بقى، الترابيزه زي ما بتقولوا؟ اقول لك انا محظوظ ان محمد من افضل الممثلين اللي اتعاملت معاهم في حياتي، التزاما، فنا. بص، فعلا ما تعرفش حد لما تتعامل معاه. نمرة 2، محمد دوشجي وبيحب كل شوية حياته يبقى فيها لخبطة صغيرة، بس في الشغل سيف. اللي انا شفته التزام يعني معايا، مع زمايله الممثلين في مواعيده، ومع حتى الاكستراز والناس اللي بتشتغل في حاجات صغيره. شغل ممتاز وملتزم ومبسوط بيه. اتمنى اشتغل معاه تاني. كمخرج عربي وصلت العالميه، لازم اسالك عن رسالتك للشعب اللبناني، تحب تقول لهم ايه؟ انا بقول انه احنا هنا موجودين في مهرجان. جوايا احساس باني انا رايح اعمل شغلي زي ما الدكتور بيعمل شغله، زي المهندس بيعمل شغله. جوايا احساس بالذنب لان بيبقى فيه دايما انطباع عند الناس ان المهرجانات احتفاليه واحنا رايحين فرح ولابسين لبس شيك. انا مثلا يوم الافتتاح انا ما حاولت امشي من حته ما حدش يشوفني، لانه مش وقت احتفاليه ومش ده المعنى. احنا لما بنبقى رايحين مهرجان، انا زي الدكتور، انا جاي اتعلم، جاي اتفرج على افلام، جاي اطور نفسي علشان في يوم من الايام ابقى صوتي افضل في توصيل صوتنا كعرب في مصر او في العالم او لكل حته. وده من الحاجات اللي احنا بنفتقدها. احنا بنتقتل وبنتفرم علشان هم مش عارفين احنا مين. احنا وحوش. هستأذنك اخيرا، بس برضو مش عايز ابقى بقول كده واخلي المسؤوليه. هم غلطانين، بس بحكي لك في ان احنا مش عارفين كمان نساعد في النقطه دي. سر من اسرار نجاحك واقف على بعد 2 متر، لو تقدر تندهلها تبقى معانا، نبقى يعني مبسوطين جدا. يعني ساره مراتي، وساره البروديوسر بتاعي في كل افلامي، وساره دلوقتي اخرجت اول فيلم ليها، هابي بيرثداي. بلدها؟ لا الفيلم اسمه هابي بيرثداي. ايه، عامله فيلم اسمه بيرثداي؟ اتشرفنا، اهلا بيك.
انا برحب بيكي على موقع بصراحه اللبناني. لسه بقول له احمد صديقي على فكره، بعيد عن انه بيذيع، بس احمد صديقي عزيز جدا. على بعد 2 متر سر كبير من اسرار نجاحك وشريكه كبيره في نجاحاتك، و امي كانت لسه معديه. بيغزلك بشكل جديد خالص هي محمد. فعلا طنط جزء من نجاحاتك فعلا يعني ولا ليها لازمه. بقول لك ايه. لا امي حبيبتي في حياتي كلها، ده Yeah. امي. No, انت عارف we're انا very بحبها. family oriented الحمد لله. بنشتغل والاطفال بيدخلوا على كيفن فايجي على الزوم يعني جو لذيذ جدا. خلصنا ان انت بروديوسر وخلصنا تاسكات الشغل كلها والمسلسل نزل، كلميني عن شعورك والتتر بيختتم باخراج محمد دياب وانت بتشوفيه بتاع مون نايت، وانت بتشوفي اسمك على التتر وانت شغاله في المسلسل. كلميني عن شعورك بقى كسيده وكزوجه وانتوا بتشوفوا اسمكم في النجاح العالمي ده. هو التتر احنا طبعا في عصر اللي هو بتاخد الرياكشنز instantaneously، فلما يعني تشوف الناس قاعده تحط يعني فيديوهات بنشوف وكده. الرياكشن هنا بقى، لازم ترجمه. اه بنشوف الرياكشن لحظيا. فدي بتبقى اهم من التتر بصراحه. يعني لما انا الاقي واحد ما بيتكلمش انجليزي ولا عربي بيغني الملوك دي او ناس بيتاثروا بحاجات احنا حاربنا عشان نضيفها في القصه، عشان متهيألي ناس بتبقى شايفه المخرج بس يعني he's the face of يعني just اللي بيطلع في الصوره بس. عشان محمد يعني هو كاتب ما شاء الله، he has a great sense of character و writing و storytelling، ان في حاجات اضافها وان دي اللي بتفرق مع الناس اللي انت يعني كمان مش لغتك الاساسي. يعني محمد his first language is Arabic، بس ان انت تقدر تعمل حاجات وتعبر عن حاجات وتوصل على المستوى ده طبعا بتبقى شيء عظيم يعني. سارة الحمد كانت لله. بروديوسر في المشروع، والبروديوسر ده انسان اللي هو في امريكا البروديوسر بيبقى اهم من المخرج، مش او يعني صوته اعلى. الكريتيف بروديوسر بس كبروديوسر بيبقى له راي في كل حاجه بتتعمل في الفيلم. مشرفه على كل الخطوات ولازم تبقي فاهمه في كل خطوه فيهم عشان تطلع باحسن شكل. مش هسأل اسئله شخصيه تماما، بس بتفصلوا ازاي يعني في التاسكات في التحضيرات اصل برضو بتفصلوا ازاي يا جماعه؟ عرفنا نوصل لتوليفه بعد خناقات مميته لمده سنين. بس عايز اقول لك على حاجه، انا في فتره كنت عايز اقول لها خلاص، وهي كانت بتقول لي مش هنشتغل مع بعض تاني. لا احنا خناقات جامده يعني، خناقات احنا في الحياه ما بنتخانقش كتير، في الشغل بنتخانق حاجات بتوصل بتدخلنا في الحياه. ولكن بعد مثلا 3 4 مشاريع لا انا عايز اشتغل مع ساره على طول، بنكمل بعض وبنفهم بعض، وهي فيري كرييتيف يعني. بس هو كان طريق صعب في الاول. مين بيلم اسرع الدنيا؟ مين بيلم الدنيا اسرع؟ مامتها بتيجي تلم بينا. مامتي اللي بتلم. بحبك يا ماما. اخيرا رسالتك ايه لساره زوجتك قدام الناس وفي مهرجان الجونه وفي كل انا سعيد انه انا من سنتين كنت هنا في فيلم وقلت قدام الناس كلها ان انا ساره مدين لها مشوار طويل قوي من المساعده في كل نجاحاتي، والمشروع الجاي يبقى مشروعها، وده حصل اتنفذ. المشروع اللي بعده اول حاجه عملناها هو فيلمها وخلص، كتبناه مع بعض. كان مشوار صعب بس عملت فيلم في رايي انه عظيم، وان شاء الله هنشوفه. يمكن المره الجايه نتقابل نبقى هنا في مهرجان الجونه. مبسوط اني قابلتكم مع بعض، ويعني من حظي ان انا عرفت اقابلكم مع بعض يعني.